يا مساء الخير ومساء السعادة. رمضان خلص والعيد خلص، ونرجع تاني لللايفات بتاعت كل أربع إن شاء الله. لحد ما يدخل بس الناس معانا في اللايف ونتأكد إن اللايف تمام. النهاردة بنتكلم في موضوع إن إحنا ليه كبشر بنحتاج نفضفض، إن إحنا ليه كبشر بنحتاج إن إحنا نتكلم، إن إحنا ليه كبني آدم بحتاج إن حد يسمعني كل فترة، كل أزمة، في كل ابتلاء، في كل صعب، كل التحديات اللي احنا بنشوفها دي بنحتاج ان احنا نفضفض. عشان كده حبيت ان انا النهاردة موضوع اللايف يكون عن ليه احنا بنختار حد نتكلم معاه، وليه بنختار وقت معين بنحتاج فيه الناس حوالينا، لغاية بس ما اكتر عدد من الناس يدخل معانا لايف. يا ريت نعمل تشير عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين عشان يستفادوا. وكمان هناخد في نهاية اللايف مجموعة من الأسئلة وهرد عليها من اللي انتوا هتكتبوها إن شاء الله. موضوع الفضفضة عامل أزمة وطبعا الناس كلها خارجة من العيد وخارجة من رمضان. اكيد في ناس استفادت كتير وشحنت طاقتها وشحنت الباور بتاعها من الجانب الروحي، والفترة الجميلة اللي قضيناها في روحانيات رمضان وايام رمضان الجميلة. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم دايما الايام بالخير والبركة. اهلا وسهلا بيكم، ودخل عدد كويس لحد دلوقت. اللي لسه داخل في اللايف يا ريت يعمل شير عشان نبدأ في الموضوع ونفيد أكبر عدد من الناس. وجهزوا الأسئلة بتاعتكم والاستفسارات، عشان في ناس كتير أنا مش بلحق أرد عليها على الماسنجر وعلى الشات وعلى الواتساب، وما تزعلوش مني والله، بيكون بسبب ضغط الشغل عليا مش أكتر. النهاردة بقى أنا حبيت إن أنا أتكلم معاكم في موضوع هيفيدكم وهيفيد أولادكم ويفيد كل المراهقين اللي جوه البيوت بسبب الأزمات اللي احنا بنشوفها، وهيفيد طبعا الأزواج والزوجات. ليه كل إنسان فينا محتاج إن هو يفضفض؟ ليه كل إنسان فينا محتاج إن هو يتكلم ويتشاف وحد يسمعه ويقول حاجات جواه عاملاله كبت وعايش جوه صراع؟ لأن الإنسان بطبعه، أنا هقسمها لكم لأجزاء كده عشان نركز فيها أو نستفاد ونعرف ليه بيحصل ده، والسيكولوجية ازاي المفروض تستمر عشان ما يعانيش في اللي جاي. كل انسان فينا بيحصل له حاجة اسمها قمع. يعني ايه قمع؟ يعني بيكون جوه كل واحد مننا دوافع ورغبات واحتياجات محتاجة تتلبى، زي الشعور بالامان. في اي ريليشن شيب بيكونوا كل اتنين في اي علاقة بيكونوا محتاجين يطمنوا، يحسوا بالامان. مفيش حد بيكون داخل علاقة الا وهو عايز من اللي قدامه ان هو يطمن، ان هو يعيش في امان، ان هو يكون مرتاح، ان هو يحس بسعادة، ان هو يحس براحة وباستقرار. مفيش حد بيدخل في اي ريليشن الا عشان يلبي جزء معين في حياته هو محتاجه. الدوافع الملحة عليه، الرغبات الملحة عليه، الاحتياجات العاطفية والاحتياجات الشعورية واللا شعورية، كل الحاجات اللي بتفضل تلح على الإنسان دي هو بيضطر ان هو يلجأ إلى بارتنر، بيضطر ان هو يلجأ إلى صديق، إلى صاحب، إلى أم، إلى أب، عشان يقول له اللي جواه أو يطمنه أو يديله شعور بالأمان. ولكن بسبب الخذلان وبسبب الصدمات وبسبب الآلام اللي احنا بنشوفها في حياتنا وبسبب الابتلاءات وبسبب الناس الغلط وبسبب الأزمات اللي بنعاني منها وبسبب الصعوبات الكتير قوي في حياتنا، كل الحاجات دي بتخلينا نتصدم في الناس، فبنحس بخوف وبقلق وبتوتر واحنا بنتعامل مع أقرب الناس لينا. بس ده ما يمنعش ان انت كبني آدم محتاج لحد ترمي همومك عليه، ترمي أعباء يومك عليه، ترمي تحديات حياتك عليه. لكن الحد ده لازم يكون حد كويس، لازم يكون حد
انت كمان هتستفاد منه، انت كمان هو هيقدر يفيد لك الجزء ده. هو كل ده لازم يحس فيه ان هو قاعد في منطقة الراحة في التوقيت ده، مش انه حد بعد كده هيعايره، مش انه حد بعد كده هيذله، مش انه حد بعد كده هيستغله وهيبدأ يلعب بمشاعره او يبتزه عاطفيا. عشان كده انا كدكتور عمرو كنت دايما اقعد اقول العزلة، الوحدة، ما نلجأش لأي حد نتكلم معاه، عشان ما توصلوش لمرحلة الابتزاز العاطفي، او ما توصلوش لمرحلة ان حد قدامكم يستغلكم او يبتزكم او يستنفذ طاقة كبيرة قوي فيكم. عشان كده لما بنقول الجزء ده انا بقوله كنوع من انواع الحماية ليك، كنوع من انواع الامان ليك. لكن ده مش معناه ان انت مش محتاج ان انت تفضفض وتتكلم وتقول وتحكي، لا بل بالعكس. كل انسان فينا بيكون محتاج الحد اللي هو يلجأ ليه وقت غضبه، وقت ألمه، وقت خوفه، وقت أزماته، محتاج ان هو يقول. في ناس كتير بتقع في مشكلة كبيرة، ان هم بيكون عندهم مشكلة صغيرة بدأت، بنت دخلت في ريليشن ومفيش حد بيسمع لها في البيت، ومفيش حد بيقول لها انت فيكي ايه ولا عاملة ايه ولا ظروفك ايه. وتبدأ البنت تحاول في علاقتها مع الشاب ده ان هي تكبر العلاقة، تاخد استبات، تاخد خطوات، سواء ناحية الصح او ناحية الغلط. واحنا هنا اللي بنشجع على الغلط لما ما بنسمعش للولاد، او ما بنسمعش للبنت اللي عندنا في البيت، او ما بنسمعش للولد اللي عندنا في البيت. فايه اللي بيحصل؟ المشكلة عندها تزيد، تبقى عرضة للابتزاز، وتبقى عرضة للاستغلال، وتبقى عرضة لقمع رغباتها. القمع ده موضوع كبير قوي، يعني انا ان شاء الله هعمل لكم فيه لايف، او هعمل لكم فيه فيديوهات. الانسان بطبعه عنده ديفنس ميكانيزم، عنده ميكانيزمات الدفاع وهو بيتعامل مع المحيطين بيه، سواء في علاقة، سواء في صداقة، سواء في أصدقاء، في إخوات، في أي نوع من أنواع التواصل الاجتماعي. ولكن عندما يشعر بالقلق أو بالخوف بتبدأ عنده الحاجات اللا شعورية تشتغل، اللي هي ميكانيزمات الدفاع. وأنا شرحت دي كتير قوي قبل كده، بس في جزء احنا ما اتكلمناش عليه، هو اسمه القمع. يعني ايه القمع؟ ان انا كعمرو باجي احكي لك مشاكلي وانت بتقفلها في وشي، انت بتفضل تقعد تقول لي ايه ده ضد المجتمع، ده ضد الانسانيه، ده ضد الرحمه، انت ليه شايف نفسك ضحيه، انت وتفضل تخليني اوصل لمرحله جلد من الذات، وتفضل توصلني لمرحله ان انا انقد نفسي وافكر افكار سلبيه تجاه نفسي، واحطم نفسي، واهين نفسي، واوجع نفسي، واوصل نفسي لمرحله من مراحل الانهاك النفسي. كل ده عشان انا جيت فضفضت لك، عشان انا خليتك تشيل معايا هموم من هموم يومي، واوجاع من اوجاع حياتي. ولكن الجزء ده انا مش هتستناه للاخر كده، هفهمه لكم ايه اللي بيحصل في الجزء ده، عشان الناس اللي بتدمر ذاتها هي كده، هي بتدمر ذاتها. ليه بقى؟ لان هما بيكون جواهم رغبات كتير قوي محتاجينها تتلبى، حاجات كتير قوي عايزينها تشبع، بس مش لاقي الحد اللي يحس بعامل امان. فبالتالي بيقمع نفسه جوا نفسه. خلاص انا قلت كتير واشتكيت كتير، وحاولت ان انا اختار ليا حد افضفض معاه واتكلم معاه واقول ايه احتياجاتي اللي انا محتاجها، بس الحد اللي قدامي ده مش بيتغير، مش بيديني الكلام اللي انا محتاجه، مش بيساعدني المساعدة الصحيحة، ولكن بيخليني انقد نفسي وينقدني ويخليني اجلد ذاتي ويخليني افكر تجاه نفسي تفكير سيء، ويستغلني بان هو يقول ايه، يا عم ده بسيطة، يا عم ده معلش الموضوع بسيط، انت مكبر الموضوع ليه. وكل الحاجات دي كل واحد فينا اذا اتخبط خبطة انا اللي احس بالألم مش اللي قدامي. فبالتالي انا كنت بفضل اقول يا جماعة ما نفضفضش وما نحكيش وما نقولش وما نسويش، بس ده ما يمنعش ان احنا لازم نختار لينا حد يكون بالنسبة لنا كومفورت زون، منطقة للراحة، منطقة للأمان. لذلك وجدت العلاقات من أجل الجزء ده، من أجل ان انا ارتاح، من أجل ان انا اتكلم مع حد يفهمني، اتكلم مع حد يحس فيا، اتكلم مع حد
يشوف اوجاعي مش تافهه، مش بسيطه. شوفوا مشاكل ولادكم وقربوا منهم. هي مشاكلهم تافهه بالنسبه لك او تافهه قصاد مشكلتك، لكن بالنسبه له هي موجعه ومؤلمه. فاوعى تقلل منها او تحقر من اي انسان يلجأ لك في وقت شده، في وقت غضب. لو انت مش قادر، التزم الصمت. لو انت مش قادر تدعمه، التزم الصمت. لو انت مش قادر تنصحه، التزم الصمت. لو انت مش قادر تقول له كلام يساعده على تخطي الازمه، التزم الصمت. ما تقولوش، لان الكلمه في التوقيت ده هتكون بالنسبه له يا طوق نجاه، يا الكلمه بالنسبه له تكون تحطيم وتدمير في ذاته. عشان كده الانسان بيلجأ في وقت الخطر ده، او الاحساس بالنقد او الاحساس بالتوبيخ او الاحساس بالاستهانه بمشاعره، ان هو يقمع رغباته. والانسان اذا اقمع رغباته هو هيكون انسان غير مستقر وغير سوي، وقراراته هتطلع غلط، وتلبيه احتياجاته هيلبيها غلط، وما هيجي حتى هيفكر في الشكل الغلط وفي الطريقه الغلط. فاحنا ليه بنوصل بعض ان احنا نروح للطريق الغلط؟ خلينا دايما عندنا قابليه ان احنا نسمع اللي قدامنا، نشوف احتياج اللي قدامنا. ممكن انت يكون عندك هم وعندك حزن وعندك ألم وعندك غضب وعندك مشاكل كتير قوي، بس في واحد لجأ لك في وقت تعبه. اسمعه، انصحه، ارحمه، ارحم ضعفه، ارحم احتياجه. في انسان بيكون ضعيف التصرف في المواقف، في انسان بيكون ضعيف الحيلة، ضعيف الحكمة. مشكلته بالنسبة له بتوتره وبتلخبطه، مع انها بتكون تافهة بالنسبة لناس تانية. واحد مديون في مبلغ كبير وارقام كبيرة وعايش حياته ماشي في دوامة، وواحد تاني مزنوق في مبلغ بسيط. واحد تاني عنده مشكلة مش عارف ينام بسببها. واحد تاني بنته مضايقاه وعياله مضايقين والتزاماته مضايقاه. واحد تالت نفسه يشتري. واحد رابعة. كل واحد في الدنيا ماشي بيسعى لتلبية احتياجاته، هو بالنسبة له شايفها حاجة ضخمة كبيرة قوي، مش مخليها عارف يرتاح، مش مخليها عارف يطمن. فلما حد يلجأ ليك يطبطب عليه وتكون بالنسبة له مصدر للثقة والأمان والراحة، يا إما تلتزم الصمت، لأنك مش عارف إيه اللي جواه، مش عارف الكلمة اللي انت هتطلعها من على لسانك دي هتعمل فيها إيه. ما تستهونش بحزن حد، ما تستهونش بوجع حد، ما تستهونش بالشكوى اللي قدامك بيعملها أو بيقولها، لأن انت قادر تتحمل، غيرك مش قادر. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وربنا قال برضو في نفس الصورة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد ربنا بيديله شيلة على قد شيلته، على قد هو، مش على قدك انت ولا على قد اتنين مع بعض. هو ربنا لما بيدي لحد ابتلاء بيديله الابتلاء على قد حجمه وعلى قد قوة تحمله وعلى قد استيعابه وعلى قد استيعاب مشاعره وعلى قد استيعاب عقله. فاوعى تحقر من قيمة بني آدم أو من مشكلة عند بني آدم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ده معناها إن كل واحد فينا ممكن بكلمة يأذي بيها حد، ممكن بحاجة بسيطة تجرح بها إنسان، ممكن بحاجة لطيفة تهون بيها مصاعب وحياة بني آدم قوي هو كان شايف إن حياته كانت خلاص انتهت. فعشان كده على قد ما تقدر، إذا أنت قدرت تفضفض لحد بالنسبة لك مصدر للرضا ومصدر للأمان، اعمل ده. لأن أنت لو ما فضفضتش هتدخل نفسك في دايرة أصعب من الدايرة اللي أنت فيها. المشكلة بتبقى عبارة عن مرحلة أولى ومرحلة تانية ومرحلة ثالثة. سبتها وهي في المرحلة الأولى 100% هتنتقل للمرحلة التانية. ما تحلتش وهي في المرحلة التانية هتوصل للمرحلة الثالثة. في كل مرحلة انت بتلجأ ليها وما بتحاولش تحل، الموضوع بيزيد قوي وبيكبر قوي عليك وبيستصعب عليك حلها وعلى غيرك. لكن الموضوع لما بيكون في البداية انت بتبقى قادر ان انت تتخطاه، وقادر بمساعدة بسيطة او بسندة بسيطة ان انت تتخطاه. زي واحد بالظبط عربيته هو عارف ان فيها مشكلة، وبيسمع وهو ماشي كده وسايق ان في صوت مش طبيعي. هو مركزش في بداية المشكلة عشان يحلها،
ولكن فضل ماشي بالعربية ورايح جاي. الصوت بدأ يعلى، الصوت بدأ يتفاقم، لغاية ما في مرة قرر ان هو يسافر بالعربية من غير ما يحل المشكلة. هو معرض هنا لخطر ان هو يعمل حادثة او العربية تعطل بيه او لانه من البداية ما حلش المشكلة. واذا هو وصل لمرحلة الحادثة هنا صعب عليه الحل، صعب عليه الرجوع، صعب عليه الوصول، وصعب عليه حل المشكلة، لانه من البداية ما اعترفش بوجود المشكلة. لذلك اي انسان عايز يعيش مرتاح، عايز يعيش مطمن، لازم يحل مشاكله باستمرار، ما يسيبهاش تكبر ويقول انا هنعزل وهقفل على ذاتي لغاية ما احل مشكلتي ومش هلجأ لحد. لا، انت تلجأ لحد بس يكون شخص صح، يكون شخص بالنسبة لك حكيم وأمان بالنسبة لك، يكون شخص واعي، يكون شخص قادر ان هو يفيدك صح. لكن شخص ضعيف، شخص مش ذو خبرة، شخص بالنسبة لك بينقد فيك وبيوبخ فيك، اوعى تلجأ له، اوعى تلجأ له. لكن في برضه ناس بتكون كويسة وعندها وعي وعندها خبرة، وهتديك المساندة وهتديك الدعم اللي ممكن حتى يحسسك بأمل في الحياة، بأمل في بكرة، بأمل في حل المشكلة على الأقل. عشان كده على قد ما تقدر، إذا أنت لا اخترت حد تلجأ له وقت ضيقتك، اختار الحد الصح. عارفين المشكلة اللي بتحصل لما بيكون في أي ريليشن بتنتهي ما بين اتنين، بيكون سببها إيه؟ بيكون سببها إن أحد الطرفين حاسس بالأمان في العلاقة دي، وحاسس إن العلاقة دي هي اللي مكفياه ومكفيه احتياجاته، مع إن العلاقة دي كانت ممكن تكون غلط وعلاقة مش صح وعلاقة مش صحية، ولكن هو لجأ ليها عشان هو حس بالأمان في التوقيت ده. ليه؟ لأنه هو دور في اللي حواليه كلهم إن هم يساعدوه ويساندوه، لقى الابواب مقفلة، لقى اللي بينقده واللي بيوجعه واللي بيغزله واللي بيكسر في مقاديفه واللي بيعطله واللي بيهينه. ودور كمان ان هو يقول لهم يا جماعه انا مش برتاح كده، انا بتعب بالاسلوب ده، حاولوا تتغيروا، حاولوا تصلحوا من نفسكم. واذا هو قال الكلام ده وهم ما اتغيروش وكانوا مصرين على فعل الشيء، اضطر بعد كده ان هو يلجأ الى ناس تانية، والناس التانية دول هم اللي هيبتزوه، هم اللي هيستنفذوا طاقته، هم اللي هيوجعوه، هم اللي هيكونوا سبب في خذلانه، هم اللي هيكونوا سبب في تدميره. ليه؟ لان هم فاهمين احتياجاته، عارفين ايه الحاجة اللي هو قدر يقمعها جوه حيز اللا شعور بتاعه، وبدأوا يلعبوا عليه. تعالى بقى، انت احتياجك في الحتة الفلانية فهبدأ ألبهولك، بس هبتزك في حتة تانية. انت احتياجك في حتة معينة فانا هكملها لك، بس هوجعك في حتة تانية. عشان كده لازم تختار الحد اللي انت تفضفض معاه، يكون حد واعي، يكون حد حكيم، يكون حد بيعرف يعمل بالانس في امور حياته وامورك انت كمان، عشان ما يوجعكش وعشان ما يحبطكش وعشان ما يعايركش، او عشان ما يستنفش طاقة كبيرة قوي فيك وترجع تندم. هتقولي طب انا اتخطى الحاجات دي ازاي لو انا عايز اعمل ده لوحدي، لو انا عايز ابني علاقتي بنفسي؟ حل مشاكلك الاول، واجه مشاكلك الاول، اكتسب ثقة بينك وبين نفسك الاول، قوي قيمتك قدام نفسك الاول. ما تكونش انت هش وضعيف ورايح تلجأ وتخبط على بيوت الناس عشان تساعدك وانت اصلا مش واثق في قدراتك ولا واثق في نفسك. انت هنا بقيت عرضة للانهيار في اي تعامل مع اللي قدامك. ازاي؟ هقول لك يا باشا، ركز معايا بقى في اللي جاي ده، ويا ريت كل اللي لسه داخل لايف يعمل شير عشان نوصل لاكبر عدد من الناس عشان ناخد الاسئله في الاخر. انا لجأت لحد وانا منهك نفسيا ومتدمر نفسيا وتعبان نفسيا وموجوع، والعالم كله خذلني ووجعني وماشي اعيط وماشي ابكي ولا مش بعرف انام ومش بعرف افكر، وحياتي كلها قد يكون يأست منه. الحد ده انا اول ما هلجأ له وانا مغمض كده، انا هلبس في حيطه على طول. ليه؟ لان انا اصلا مش هعرف اختار صح في التوقيت ده، لان انا رايح له مرهق وواقع ومش قادر اقف على رجلي ومش قادر اتكلم. فبالتالي مع اول طبطبه انا هفكر ان الحد ده هو الامان بالنسبه لي، هفكر ان الحد ده هو الراحه بالنسبه لي، هفكر ان دول شويه ميه اللي هيدوني ماء الحياه، هفكر ان هم دول الراحه، هفكر ان هم دول السعاده، هفكر ان هم دول الامان. ولكن
هم هنا دول الخذلان، هم هنا دول بداية الانهيار بقى الحقيقي اللي انت بتعمله في نفسك. انت كنت رايح له وانت واقع وانت منهار، هو سندك عشانك انت كنت غرقان، لكن بمجرد ما هيقولك فضفض لي انت هتنهار وهتعيط وهتبكي وهترجع تقول لي يا دكتور انا بنهار فجأة، انا اول ما بشوف حد انا بطمن معاه بعيط ودموعي بتروح وما بقدرش اسيطر على نفسي وكل الحاجات دي. ده لانك لجأت للحد ده وانت عندك مرحلة خطر، ما قدرتش تشوف نفسك. لا، انا اما ابقى عطشان وانا رايح اشرب ابقى عارف ان انا اصلا صايم بقالي 15 ساعة بقالي 16 ساعة، فما امسكش كوباية المية واشربها كلها مرة واحدة عشان ما اقعش. لكن لو انا جربت ان انا اخد حبة حبة ده افضل واحسن. حتى احنا لسه خارجين من رمضان، لما كنا بنقعد على الفطار، هل ينفع واحنا صايمين بعد وقت طويل نقعد على الاكل نشرب الميه والعصير والاكل ورا بعض ورا بعض ورا بعض؟ ايه اللي بيحصل؟ بطنك هتوجعك والقولون ومش هتقدر تتنفس وهتبقى تعبان وي. كذلك اذا انت فكرت تلجأ لحد، انا بقول لك اهو انت محتاج ان انت تفضفض لحد، محتاج ان انت تتكلم مع حد، محتاج ان انت تشتكي لحد وتفضفض ليه وتقول، ومش عيب، ومش عيب ان انت تضعف قدامه. بس خد بالك وانت داخل على الحد ده، وبالذات وانت منهار وفي حالة احتياج، لازم تبقى عارف حاجة واحدة بس، ان انت تدخل عليه بالراحة، ما تدخلش مرة واحدة. يعني ما تقولش كل اللي عندك مرة واحدة، اختبر برضو اللي قدامك، راعي انه اللي قدامك بشر وهيجي في وقت وهيعايرك او هيذلك او ممكن يستغلك، وممكن يكون بعد كده شخص امان بالنسبة لك. يعني انا مش عايزك تقول ان الناس كلها وحشة، لا، ممكن يطلع شخص كويس، لكن انا عشان اكون حاطط المسافة الامان ما بيني وما بين اللي قدامي، الاول لازم اكون تكير وانا بتعامل. مش هدخل كده في الباب افتح ومن غير ما اعرف انا قاعد مع مين ولا في وسط مين. لا، انا ممكن ادي حاجة بسيطة من اللي جوايا، قدر يساعدني، قدر يسمعني، قدر يريحني، وجربته مرة او اتنين، الشخص ده حسيت معاه بالامان والراحة بجد وثقة، اكمل معاه. لكن اذا انا دخلت كده بصدري هخبط في الحيطة وهلبس، صدقوني هتتخزلوا هتتوجعوا. عشان كده لازم يكون في عقل وفي حكمة وانا رايح افضفض، وانا رايح اختار، وانا رايح اتكلم. نيجي بقى للجزء اللي بعد كده. ليه بقى انا بتعرض للاذى وما ينفعش انهار؟ ليه يعني انا دايما بتسأل، انا كدكتور عمرو انا بتسأل السؤال ده، دكتور انا بتأذى وبتعرض للخذلان وبتعرض للاوجاع وبتعرض للصدمات وبتعرض لحالات من حالات الالم، وباجي بالليل اخر اليوم افضل اعيط وابكي لوحدي واداري دموعي واحاول امثل واحط ميك اب واحاول ابقى كويس واحاول والبس واخرج واهزر واضحك وبتاع. ليه انت ما بتسمحش لنفسك ان انت تنهار بينك وبين نفسك او بينك وقدام الناس؟ هو ده عيب؟ العيب اذا انت كبت كل مشاعرك واوجاعك دي جواك، انت كده اصبحت في حالة غضب كبيرة قوي ومعرض للانفجار في اي وقت، معرض للاوجاع في اي وقت، معرض للازمة الحقيقية اللي انت ممكن فيها تقع بجد. يبقى انت هنا ما عملتش الحاجة الصح، انت هنا ما وصلتش للحاجة الصح، بل بالعكس انت بتأذي نفسك. يا جماعة في العلاقات والناس اللي عندها مراهقين في البيت، وحتى اولادكم الاطفال وحتى اخواتكم وحتى بابا وماما، صدقوني احنا بنأذي بعض من غير ما نعرف. ازاي؟ واحد عنده مشكلة او واحدة عندها مشكلة او حد عنده أزمة، احنا ازاي نقول له ما ياخدش حقه وراحته في الزعل؟ ازاي نسيبه يكبت جواه من غير ما حد يسمع له، حد يعرف مشاكله، حد يتكلم معاه ويطمن معاه ويقول له فيك ايه وقول لي، ويساعده ويحاول يكون جنبه ويحاول يكون بيسانده بجد؟ طب هو لو فضل يكبت جوه نفسه وما عندوش حتى حرية الانهيار، هو هيعمل ايه بعد كده؟ هو هيموت؟ احنا هنسيبه لغاية ما يتدمر؟ هو هينسيبه لغاية ما يضيع خالص؟ لا، احنا بشر، جوانا روح وجوانا جسد وجوانا نفس محتاجة ان حد يسمعها،
محتاجة ان حد يشاركها اوجاعها، محتاجة ان حد يشاركها همومها، محتاجة ان حد يطبطب عليها ويكون رحيم بيها ويكون حنين عليها ويكون رؤوف بيها ويكون في رحمة في قلبه يخليه يتسامح ويتنازل شوية للي قدامه، حتى لو هو عنده هم، حتى لو هو عنده حزن، حتى لو هو عنده وجع. لازم يكون عنده ده، لازم يكون عندنا لين ورحمة. انت ممكن يكون عندك هم كبير قوي وتلاقي واحد صاحبك عنده هم، وانت تروح تساعده وتتكلم معاه وتحاول تحلله في مشاكله، يقوم ربنا باعت لك اللي يحل لك مشاكلك واللي ييسر لك امورك، والمشكله كانت كبيره قوي لقيتها بدات تتفتت كده وتبدا تهدى قدامك. لكن اذا الانسان ما ترحمش وما عطفش وما ساعدش، يبقى ما فيش انسان اصلا. الانسانيه هنا تفنى في التوقيت ده. لازم يكون في رحمه ويكون في مسانده ويكون في مساعده ويكون في دعم ما بيننا وما بين بعض. طب انا لو لقيت الناس كلها حواليا مفيش حد فاهمني ومفيش حد بيتكلم معايا، طب انا هختار العزله. اوكي، الى ان يجي لي الحد المناسب، الى ان يجي لي الحد اللي يقدر يساعدني. طب لو ما جاش هيجي، بس انت كون رحيم بنفسك، كون عطوف على نفسك، ما تفضلش تجلد في نفسك قوي. عشان في الجزء اللي انا قلته في اول الفيديو هقوله دلوقتي، ايه السبب اللي بيخليك تنهار وايه اللي السبب اللي بيخليك تهد علاقتك بينك وبين نفسك. يعني كتير من الناس تقول لك انا مش رحيم بنفسي، انا مش عطوف على نفسي، انا مش برحم نفسي، انا اوفر ثينكينج، انا بجلد نفسي، انا بعاقب نفسي، انا بعمل سيلف هيرمنج على نفسي، سيلف هارمنج على نفسي. بيأذي نفسه وبيأذي مشاعره بسبب ايه؟ بسبب ان هو اصلا ما رحمهاش، ما عرفش احتياجه ايه. هو عمال طول الوقت بيعمل 1 نقد، 2 نقد، 3 توبيخ، 4 نقد، توبيخ، نقد، طول اليوم بينه وبين نفسه. انا ليه ما عملتش كده؟ انا كنت المفروض اعمل كده، لو انا كنت عملت، لو انا كنت سويت، لو انا. وطول اليوم عمال يعلق على نفسه كل الاخطاء اللي عملها في حياته. لو راح يشتري لنفسه حاجه نفسه فيها، بعد شويه يفضل يجلد نفسه ان هو عمل كده، ويفضل يهين نفسه، ويفضل لو حد اذاه او ضايقه او ظلمه او وجعه او مشكله عابره في يومه، في شغله، في بيته، حد قال له كلمه وهو ما ردش في وقتها، بعد ما يمشي هو انا مش المفروض كنت رديت وقلت كذا، مش المفروض كنت قلت كذا، مش المفروض كنت قلت كذا. انت ارحم نفسك، الموقف اللي عدى خليه يعدي. انت طول ما انت بتعمل كده انت عمال تقلل من قيمتك قدام نفسك. ده رقم 1 اللي بيخليك تهد علاقتك بينك وبين نفسك. رقم 2 الافكار السلبيه اللي بتخليك دايما عمال على بطال تجمع نيجاتيف انرجي ليك ولنفسك ولصحتك ولعقلك، وعمرك ما بتفكر بإيجابية ولا تجاه نفسك ولا تجاه الآخرين ولا تجاه الدنيا. فبالتالي انت عايش في حالة من حالات الإحباط، اليأس، الوجع، التدمير. ليه كده؟ قيمتك قدام نفسك انك تكون رحيم، مسامح لنفسك، عطوف على نفسك. تقديرك لنفسك لازم يعلى. حياتك انت اللي هتقرر تكون شكلها عامل ازاي بعد ما تعمل الحاجات دي. هتقولي طب انا مش عارف طريقة ادخل بيها لنفسي اعمل الحاجات دي. هقولك ببساطة خالص، ربنا اداك العقل، الارادة جواك مش جوايا ولا جوا اللي جنبك ولا جوا اللي وراك ولا جوا اللي قاعدين معاك. الارادة دي انت المسؤول الوحيد عنها وربنا اداها لك، خلاك انت صاحب القرار، انت صاحب التنفيذ. انا عطشان لازم انا اقوم اشرب. طب لو فضلت قاعد مكاني ومستني حد يشوفني انا عطشان ويجيب لي ميه ولا لا، هموت من العطش. لا، انا لازم اكون رحيم وعارف احتياجاتي واعرف ازاي البيها واشغل جانب الاراده عندي عشان اقدر اوصل للي انا محتاجه. والا انا مش هكون اصلا انسان فاهم نفسي، هكون انسان بوجع نفسي وبهين نفسي وبدمر نفسي وبقلل من قيمتي قدام نفسي. فبالتالي انا لما هروح لحد اكيد مش هيعرف قيمتي، اكيد مش هيشوفني حد كويس، اكيد مش هيرحمني اصلا، لان هو من البدايه شايفني ان انا شايف نفسي قليل، شايف نفسي ما استحقش ان انا اعيش عيشه كويسه. انا بالنسبه له حد ضحيه، فبالنسبه له عادي سمعت منه كلمتين وعادي واللي بعده هات وايه. يا انا ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ انا تايه ما بين ان انا كابت جوايا
وما بين ان انا قامع جوايا آلامي واوجاعي ومشاعري وحزني وافكاري وغضبي. طب مين اللي هيرحمك اذا كنت انت اصلا مش قادر ترحم نفسك؟ اذا كنت انت مش قادر تكون طيب مع نفسك، هل المحيطين بيك هيوجعوك؟ عشان خاطري نصيحة كده ليكم، اسمعوا بعض ودعموا بعض، وبلاش الاحباط وبلاش النقد وبلاش الاذى اللي بنعمله فينا وبيننا وبين نفسنا. اول حد لازم يكون رحيم بنفسه هو انت، مش اللي محيطين بيك. واذا هم كانوا مش محيطين بيك مش رحمينك، ارحم انت نفسك. خليك انت طيب مع نفسك، خليك انت عطوف على نفسك. نفسك دي انت اللي هتتحاسب عليها ما بينك وما بين ربنا. هو اللي اداك الصحة واداك العقل واداك الوقت واداك العمر واداك العيشة اللي انت عايشها، حلوة او وحشة. انت ليك انت تطور فيها وتبنيها وتغير فيها. الحياة صعبة، فما تصعبهاش على نفسك، فما تأذيش نفسك، فما توجعش نفسك، فما تفضلش تجلد نفسك وتلوم نفسك ارحم ارحم ارحم. ربنا اسمه الرحمن. اذا انت لازم تكون اول حد رحيم بنفسك. الحياة لو احنا بصينا كده ووقفنا للحظة هنتلاقي ايه ده؟ ايه الزحمة دي؟ ايه الناس اللي بتحور دي؟ ايه الناس اللي بتوجع دي؟ ايه الناس اللي بتخون دي؟ ايه الناس اللي بتذل دي؟ ايه الناس اللي بتهين دي؟ ايه الناس اللي بتوجع دي؟ ايه الناس اللي كذا وكذا؟ ايه دوشة. وبعدين نيجي تاني نتلاقي بقى القريبين شوية بيضايقوك، بينتقدوك، بيحبطوك، بيوقفوك، بيعطلوك، بيقولوا اي كلام مش فيك، المهم هم بيتكلموا. يعني احنا لو جينا بصينا لكل الناس اللي حوالينا هتلاقي كلام 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 كلام. انا كمان عمال اتكلم كلام كلام كلام. خد انت وانتقي من يومك الناس اللي هتفيدك بكلامها، والناس اللي هتضرك بكلامها بلاش من وجودها، بلاش من الكلام معاها اساسا. اهم حاجة تعرف انت محتاج كلام مين ومش محتاج كلام مين. الهري الكتير والحوارات الكتير والكلام الكتير الثرثرة اللي ملهاش اي قيمة وملهاش اي فايدة انت في غنى عنها. ارحم نفسك منها، اعفي نفسك منها. هتقول لي دي انانية؟ ما انا قلت لك في اول اللايف العنوان كان على الفضفضة، الكلام كان على الفضفضة. يبقى اذا انا عايزك تكون في تواد وتواصل وتراحم وكل حاجة، لكن الحاجات اللي ملهاش لازمة خفف من على العبء اللي عليك فيها. ما ترهقش نفسك وتسحب نفسك بناس دوشة حواليك وهي كلها لما كدابة، وهي كلها وجع دماغ وحكايات وحوارات مش هتفيدك. وانت كمان لازم تعرف حاجة، رصيدك من الكلام هيخلص، رصيدك من الصحة بيخلص، رصيدك من تحمل الآلام والأوجاع هيخلص. هتقول لي ازاي؟ هقولك، مش احنا لينا عمر ولينا طاقة ولينا حياة ربنا قسم لك فيها وقت وصحة وكلام وطاقة؟ ربنا قسم لك ده، ربنا قسم لك زي الرزق بالظبط. الكلام اللي انا بقوله دلوقتي وانت سامعني ده رزق ربنا اداهوني واداهولك انت كمان تتكلم زيي، وكل الناس ربنا فضلها عن سائر المخلوقات بالكلام. فاذا ان الكلام ده نوع من انواع الرزق ربنا اداهولك، لازم انت تقتصد فيه عشان ما يجيش وقت ويخلص. ان شاء الله الناس اللي وصلت لمرحلة الشيخوخة، واحنا كمان لما نوصل لمرحلة الشيخوخة هتلاقي الناس الكبار في السن بيتكلم الكلمة وهي ليها قيمة بالنسبة له، وهي ليها مقام عنده. ليه؟ لانه عارف ان لو قعد يتكلم كتير هيهبط وهيتعب وهيحس بوجع، فبالنسبة له الكلام بقى متعب بالنسبة له. لذلك على قد ما تقدر حافظ على الكلام بتاعك، وحافظ على طريقة الاستقبال للكلام من الناس المحيطين بيك. ليك رصيد في الكلام وهيخلص، ليك رزق ربنا اداهولك في الكلام وهينتهي، ليك طاقة في الاستيعاب من المحيطين بيك وهتنتهي. فلما توصل لمرحلة الانهاك وتقول لا كفاية اللي انتوا بتعملوه فيا ده حرام، اعرف ان انت اديتهم اكتر مما يستحقوا. اعرف ان انت فرطت في مشاعرك وفي طاقتك على الفاضي. اعرف ان انت بتستنفذ وطاقتك بتتسحب منك من غير ما تحس، ومش هتعرف تشحن طاقتك من اول وجديد. اللي لازم تروح لحد يفيدك، ووقتها ممكن ما يفيدكش، لان انت ممكن تكون رايح له وانت منهك اصلا، فمهما يحاول يفيدك انت مش قادر تسمع له
انت وصلت لمرحله ان انت وصلت للارهاق على النيرفس سيستم، اخدت الطاقه بتاعه الجهاز العصبي اللي بيشغل الاعضاء الداخليه بتاعتك. يبقى هنا انت ضريت نفسك واذيت نفسك. يبقى نختم بالجزء ده، الرحمه ما بيننا وما بين بعض، انك تعرف قيمتك قدام نفسك، انك تلملم اوجاعك وتحافظ على كلامك وتحافظ على الكلام كمان اللي بتسمعه، وتعمل دايما فلتر ما بين اللي بتقوله وما بين اللي بتسمعه، فلتر ما بين الحوارات وما بين الاهميات، فلتر ما بين الجدال وما بين النقاش، فلتر ما بين الحكمة وما بين عدم الوعي والإدراك. الجهل ده مصيبة، الجهل ده كارثة احنا بنعملها في حق بعض. الجهل ده مش عيب، لكن عيب لو انا استمريت فيه وسمحت النفس ادخل جوه الدايرة بتاعته. هنقول ان الناس ما تعرفش، النهاردة السوشيال ميديا خلت الناس كلها تعرف وتسمع، لكن بدل ما يتفرجوا على حاجات ملهاش قيمة وحاجات ملهاش اي فايدة، لا، ممكن نضيع وقتنا في الترندات المفيدة. في ناس كتير بتقدم محتويات جميلة، في ناس كتير بتقدم محتويات مجانية كويسة جدا، احنا ممكن نسمع لها ونستفيد منها عشان وقتنا نكون استغلناه صح، نكون طورنا في نفسنا، عشان كمان نشوف حياتنا اتغيرت. لما اتوجع واتخزل واتوجع اروح لحد افضفض معاه، مش عيب، بس يا ريت الحد ده يكون سمعني النهارده وعارف ان هو ما ينتقدكش وما يوجعكش وما يضايقكش وما يهنكش وما يحاولش يقلل من قيمتك قدام نفسك. بلاش عشان خاطري نقول كلمة معلش، بلاش عشان خاطري نشوف ان اللي قدامك اذا لجأ لك وهو في ازمة تشوفه بالنسبة لك كده هوا، او توبخ او تقلل من قيمته قدام نفسه، او تهون من قدر المشكلة اللي هو بيعاني منها. انت ما تعرفش بالنسبة له دي عاملاله ايه في حياته، ما تعرفش بالنسبة له دي عبارة عن ألم ايه في اوجاعه. على قد ما نقدر الرحمة، ثم الرحمة، ثم المساندة، التعاون، وتعاونوا على الخير، على البر والتقوى. على قد ما نقدر لازم نتعاون ونتشارك. ده ما ينفعش ان انا اقول مش عايز اسمع، انا مستنفذ طاقتي، انا عندي مشاكل اهم. لا، ده انا لازم اكون بالنسبة للي قدامي رحيم. انا ممكن اكون اعصابي تعبانة، ظروفي وحشة، لكن اذا انا شاركت للي قدامي مشاكلي ممكن تخف عليا شوية. اوقات كتير الفضفضة بتكون فيها رحمة، وبيكون فيها ناس كتير بتساعد وبتساند وبترحم وبتعطف. الخير موجود حوالينا، رغم ان في ناس كتير معاها الخير لكن قافلة عليه، ومش عايزة تدي لحد، مش عايزة تساعد حد، مش عايزة تقرب لحد. لكن في ناس كتير قوي بيكون قلبهم لين طيب، بكلمة منهم يرفعوك ويدوك الامل من جديد. عشان خاطر ربنا، الاهل ثم الاهل، قربوا من ولادكم، اسمعوهم، اعرفوا افكارهم، اعرفوا احتياجاتهم، ما تخليهمش يقمعوا رغباتهم واحتياجاتهم ويروحوا الناس تانية. خلوهم يجوا يقولوا لكم فيهم ايه، خلوهم يجوا يحكوا لكم مشاكلهم ايه، اوجاعهم ايه، بيعانوا من ايه. ما تشوفوش ولادكم كبروا بيتصرفوا براحتهم وطايشين ومش عارفين مصلحتهم وبس وعمالين نسرطر ونتكلم في الكلام. على قد ما نقدر اسمعوا لولادكم، ارحموهم، ارحموهم من الحياة القاسية، ارحموهم من الحياة الصعبة. الحياة مرهقة جدا، الحياة مؤلمة جدا. بلاش الكلام اللي يجرح التاني، بلاش الكلام اللي يأذي التاني. بلاش الأب يكون سليط اللسان مع أولاده أو بنته اللي ممكن تكون أصلا متدمرة عاطفيا وما بتقولش. بلاش الأم تكون متسلطة على ولادها ورحت فين وجيت منين وذاكر وبس وانت ما تعرفيش جواه احتياجاته ايه. بلاش الزوجة ما ترحمش زوجها، بلاش الزوج ما يرحمش زوجته. على قد ما تقدروا كونوا رحمين ببعض. الرحمة حلوة، الرحمة بتفرق كتير قوي، الرحمة بتريح. بس اللي قدامك يكون شخص صح ويستغلك صح ولا يستغلك غلط، هنا بقى الكارثة. وده اللي انا شرحته، ان انا هجرب اللي قدامي مش هروح عليه. عشان كده كل ام ابنها مش بيحكي لها او بنتها مش بتحكي لها، او كل اب اديله الامان واديله الاطمئنان واحترم مشاعره واحترم وجعه واحترم الحاجة اللي بتضايقه واسمع له فيها.
انت ممكن يكون الحمل او الهم اللي شايله كتير قوي، بس برضو على قد طاقتك. ما احنا قلنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. على قد ما نقدر كل واحد شايل شيلة ربنا يعينه عليه، وان شاء الله ربنا هيعينه عليه. وعندنا امل في الحياة ان ربنا يعين كل واحد على شيلته. كل واحد شايل هم او شايل وجع او شايل كرب، ان شاء الله ربنا يفرج همه وكربه. بس برضو ما ننساش حقوقنا على بعض. واهم حاجة يكون هنا في حكمة، ان انا ما عايرش حد، ما اوجعش حد، ما زلش حد، ما هنش حد. لان لازم تعرف حاجة، سواء مال او كلام او جمال او رزق او باب خير او مفتوحة لك او سعادة ربنا اداهالك او تيسير ربنا اداهولك او غنى ربنا اداهولك، هو اداهولك بمشيئته هو. فاوعى تذل انسان تاني انت اصلا مالكش سلطان عليه، ولكن هو لجأ لك او احتاجك او كان في وقت ضيقة محتاجك قوي ولجأ لك، فانت تذله او تهينه او توبخ من قيمته قدام نفسه. عشان ايه؟ عشان هو لجأ لك واحتاجك؟ لا، اوعى تنسى ده. وإلا اللي عندك ممكن يروح عنده وانت ما تعرفش فجأة. سبحان مغير الأحوال، ودوام الحال من المحال. يعني عمرك، حياتك اللي انت شايفها دي عمرها ما هتستمر بالشكل اللي انت فيه. انت النهاردة مديون، موجوع، مهموم، حزين، وغيرك سعيد وغني ومرتاح وعنده الفلوس مش عارف يوديها فين، صح؟ هيجي وقت عليك دوام الحال من المحال. اللي استغل النعم اللي ربنا اداهاله صح، ربنا هيفضل سايبها عنده. واللي استغل النعم غلط، ربنا هياخدها من عنده ويديها لغيره، غيره المحتاج، غيره اللي ابتلى، غيره اللي عاش في الدنيا شقيان وتعبان ومهموم على قد لحظة. كانوا زمان الناس الكبار يقول لك ساعة من ساعاته. يعني ايه ساعة من ساعاته؟ يعني اوعى تتخلى عن اللي خلقك. اوعى ما تلجأش لربنا. اوعى ما يكونش عندك يقين ان ربنا في ساعة واحدة بس من ساعاته يغير قدرك كله، يغير حياتك كلها. سبحان مغير الأحوال. لذلك أي حاجة أنت فيها ارضى فيها، حبها، اقبلها، وقول أحسن من غيري، عشان ربنا يبدلك باللي نفسك فيه، أو يستمر عليك النعمة لو هي نعمة، أو يرفع عنك البلاء لو هو ابتلاء. كونوا رحمين ببعض، ادعموا بعض، قربوا من بعض. المساندة ممكن تكون بكلمة لينة، ما نعرفش مين اللي هينفع مين، وما نعرفش الكلمة اللي انت هتعملها دي ممكن تخلي اللي قدامك ده بعد ساعة فين، بعد ساعة ممكن يعمل ايه، بعد وقت معين ممكن يكون ايه. فاوعى تفكر ان الحياة دايما، اوعى تفكر ان كلمة ممكن تقولها الانسان، افرض انت قلت كلمة هانت انسان او زلت انسان او كسرت بخاطر بني ادم، بعد ساعة، بعد 2، بعد يوم مات. انت احساسك هيكون ايه انك ما قدرتش تفتح له بابك او ما كنتش رحيم بيه؟ هتقول يا لو يرجع، لا لو يرجع، لا، ما انت كمان هتروح زيه، بس ولا انا هرجع ولا انت هترجع ولا هو هيرجع. بيكون خلاص الحياة انتهت، صح؟ حتى اعمالنا ما بيننا وما بين ربنا، احنا قدامنا الوقت النهاردة والعمر ان احنا نطيع ربنا ونعبد ربنا وندي ربنا حقه. لكن لما يتقفل علينا باب وننزل منزل معين، خلاص احنا كده بيكون خلاص هنقول لربنا رجعني تاني الحق اعمل اي حاجة، خلصت. وقت الامتحان لما بيخلص بيكون كل حاجة خلصت. ممكن النهاردة لما لجأت لك في امر معين، ممكن الامر ده اللي لجأت لك فيه عشان ده كان امتحانك في الدنيا، بس انت طنشته. وصلت ولا ما وصلتش؟ فعلى قد ما نقدر بلاش النقد الهدام ما بينكم وما بين نفسكم. ارحموا نفسكم من جلد الذات. الكتمة وحشة والقمع وحش، بيخليك تسقط مشاعر ورغبات وحاجات جوه نفسك بتخليك تهين نفسك وتقلل من قيمتك قدام نفسك. ترحموا وفضفضوا على قد ما تقدروا، بس للناس الصح مش للناس الغلط اللي تعايركم. ويا ريت الناس اللي بتعاير والناس اللي بتذل والناس اللي بتهين والناس اللي قلبها قاسي تكون بتسمع اللايف ده. على قد ما تقدر تغير من نفسها،
ترحم نفسها، ترحم الناس منها، ترحم الناس من شرورها، ربنا يهديهم. احنا ما قدامناش اي حاجة غير ده، لان الدنيا مليانة ابتلاءات، ومليانة ناس مليانة شر، ومليانة ناس مليانة خير. فيا رب يكتب على قلوبكم الخير والراحة، وتكونوا من الناس النافعة للناس، وتكونوا من الناس الرحيمة للناس، وتكونوا من الناس الطيبة مع الناس. الحياة كلها فانية، الحياة كلها وقت معين بنقضيه وبينتهي. فخلي ليك ذكرى كويسة، خلي ليك قيمة كويسة، وحب حياتك. يعني رغم كل ده حب حياتك، وحاول تكبر في حياتك، وحاول تكون شايف ان انت هتبقى احسن واحد في الدنيا. وتخيل واسمع وعيش في حياتك بشكل كبير قوي انك هتكون بتغير كل حاجة، وانك هتكون احسن واحد في الدنيا. الاحلام اللي فيها ايجابيات اوعى تفكر ان دي حاجة وحشة، لا، انا هسعى وهغير من نفسي وهطور من نفسي، وهتخيل نفسي لما ابقى حاجة كبيرة قوي. اوعى تتخيل نفسك حاجة قليلة قوي، لان انت لو تخيلت نفسك حاجة قليلة قوي الناس هتشوفك اقل واحد. لو تخيلت نفسك حاجة كبيرة قوي ربنا هيديك اللي انت نفسك فيه طول ما انت بتسعى. انت لو حطيت ربنا جواك وكان عندك يقين ان ربنا هيديك اللي نفسك فيه، هتوصل للي نفسك فيه طالما بتعمل كل اللي نفسك فيه، طالما بتسعى للي انت نفسك فيه. فعلى قد ما تقدر ارحم ضعفك، ارحم حياتك، ارحم نفسك، ارحم طاقتك، ارحم غضبك، ارحم اوجاعك. حتى لو ما تلاقيتش اللي يرحمك، ارحم انت نفسك. لو اي حد عنده اي سؤال هاخد كام مجموعة من الاسئلة كده بسرعة وهرد عليها بسرعة. معانا 5 دقايق نرد على الاسئلة بسرعة. اي حد عنده اي سؤال، انا هراجع الاسئلة بسرعة اهو عشان لو اي حد كتب اي كومنت انا معاكم. انا والله بشكركم حقيقي على اللايف الجميل ده والموضوع ده. وان شاء الله اللايف هيكون كل 4 ان شاء الله في ميعادنا الساعة 7. بس النهاردة كده انا ما لحقتش اكتب لكم يعني وكده، فكان على قد اللي انا اطلع اقول كده، وبعدين ان شاء الله من اللي جاي. انا ليا الشرف حقيقي والله. لو اي حد عنده اي كومنت او اي سؤال انا معاكم. اوقات كتير ان الفضفضه فعلا بتعمل مشاكل. ما هو انا قلت في البدايه ان احنا نختار الناس ان انا افضفض لهم، اختار الناس الصح، واكون حاسس بتجربتي معاهم. مش لازم اقول كل حاجه، قد جزء معين من اللي انا عايز اقوله. مش لازم اقول كل حاجه، مش لازم اروح انهار ولازم اعيط واطلع وانشر غسيلي. لا، ممكن اقول كده واشوف اللي قدامي ده هيفيدني ولا لا، هينفعني ولا لا. طب نفترض ان هو ما نفعنيش ومن البدايه ممكن يستغلني او يبتزني، اقفل على نفسي تاني. وصلت كده؟ ممكن الانسان من كتر الخيبات والصدمات يبطل يحس ومشاعره تنطفي. ما هو ده اللي احنا بنقوله. كتر الصدمات وكتر الخذلان وكتر الاوجاع هيخلي الانسان اصلا حياته تنتهي، هيخلي الانسان اصلا حياته تتدمر. عشان كده هو لازم يتقبل الابتلاء اللي حصل، ولازم يتقبل الخذلان اللي حصل، ولازم يتقبل الصدمة اللي حصلت، وبعد كده يطور في نفسه ويغير فيها عشان يغير في طريقة استقبالها. عشان هو طول ما هو سايب نفسه ضحية بقى، انا خلاص بقى اتصدمت واتوجعت واتخذلت كتير قوي ومشاعري كلها ضايعه، فانا خلاص بقى انا حياتي خلصت. لا، حياتك ما خلصتش. حياتك تخلص لما بعد الشر كده ربنا ياخد روحك. وطول ما الانسان فيه روح ربنا لسه بيقول لك قدامك الفرصه، صلح، انا معاك، لسه معاك الوقت. الحق غير اجابتك، الحق امتحن من جديد، الحق ذاكر من جديد، اسعى وغير. فالخيبات والصدمات مش معناها ان الحياه انتهت. حتى لو انا انطفيت، احافظ شويه على طاقتي واغير في نفسي واسعى، واكون على يقين ان انا اختار الناس الكويسه، ان انا ادعي ربنا ان ربنا يرزقني بالناس الكويسه عشان حياتي ما تفضلش دايما مطفيه. احساس الموت
بصي حضرتك، احساس الموت اكتر سؤال بتساليه لنفسك. ماله احساس الموت؟ يعني انت هتحسي ازاي الموت، ولا انت بتفكري في الموت؟ الموت يا جماعه حاجه ما تخوفش. ببساطه كده، الموت هو تجربه كلنا كبشر هنجربها، في كل واحد في وقته. يعني كل واحد في وقته هيجرب تجربه الموت. لكن في ناس هتجربها وهي في سن صغير، في ناس هتجربها وهي في سن الشباب، وفي ناس هتجربها وهي في سن الكبر او الشيخوخه. وكل واحد على حسب التجربه بتاعته اللي ربنا هيردها له بيها. لكن الموت عامه مش حاجه وحشه ولا حاجه ازمه، ولكن هي مرحله جديده بينتقل ليها الانسان. ببساطه كده، كل الدوشه اللي احنا فيها دي، كل اللي احنا عشناه في حياتنا، كل اللي احنا عمالين نهري فيه لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي، كل ده اول مرحله من مراحل حياتك. شوف انت متخيله ان الموت اصلا مش المرحله الاخيره. الموت هو تاني مرحله بعد المرحله اللي احنا فيها دي. يعني احنا لسه في سنه اولى. يعني تخيل كده كل الانسان او البشر اللي عايشين في الدنيا دول ومهيئين لنفسهم ان الحياه كبيره وعظيمه، وعايزين يتمتعوا وعايزين يموتوا وعايزين يحزنوا والحاجات دي كلها، كل دي مرحله واحده من مراحل الانسان اللي بداها في حياته. الانسان جه الدنيا، اتولد فيها وعايش فيها، ادي اول مرحله. عشان يروح بقى للاخره لازم يعدي على الموت. الاخره دي هي الدار الحقيقيه اللي الانسان هيروحها، ولازم يكون عندك يقين بده عشان ترتاحي وتطمني. واي حد فقد حد عزيز يبقى عارف ان هو في المرحله الثانيه واحنا هنروح له. يعني احنا في سنه اولى، هو بقى في سنه ثانيه. كل الاموات هم في سنه ثانيه او في مرحله ثانيه، لكن لسه ما وصلوش للمراحل اللي بعد كده. يعني الموت هو ثاني مرحله من حياه الانسان. مش معناها ان الحياه خلصت والعمر انتهى وي لا، ده لسه في حاجات بقى ولسه في حساب وبتاع. ممكن ابقى اشرح الكلام ده بعد كده. لكن الموت احنا بنجتهد وبنشتغل في الدنيا عشان لما نروح المرحله الثانيه نبقى قدها. فكوني مطمئنه ان ربنا ما بيظلمش حد، ان ربنا رحيم بعباده، ان ربنا بيرزق النمله. فاكيد واحنا ضعاف الحيله، واحنا ما نقدرش نتكلم ولا ننطق ولا نقول اي حاجة في حياتنا، ولا خلاص راح عمرنا وراحت روحنا وبقينا بين ايدين ربنا. رحمن كريم رحيم لطيف، فعمره ما هيظلم عبيده ابدا. الدنيا دي كلها ملك ربنا وسايبنا عايشين فيها. فلما هياخدنا واحد واحد كده، هو بياخدنا يعنا في حتة عنده. فاطمني واطمني على قد ما تقدري. اطمني، ربنا ارحم من اي حد على وجه الارض، ارحم من امنا اللي خلقتنا اللي اتولدتنا. ربنا هو اللي خلق امهاتنا واحنا امنا ولدتنا. فانت متخيل رحمة امنا بينا؟ ربنا بقى رحمته تفوق كل المخلوقات دي كلها. وصلت كده؟ ما احنا بنندم لما نفضفض عشان بنختار الناس الغلط، وده اللي انا قلت فيه في البداية. مين دي اللي بتلعب بيك؟ مش عارف مين اللي بتلعب بيك. اعمل ايه مع زوج متسلط ونرجسي وغير؟ انا شرحت يا جماعة الزوج المتسلط او الزوجة المتسلطة والنرجسية دي كتير قوي، وشرحتها باستفاضة، وقلت على قد ما نقدر ما نخليش النرجسي يتغذى على المشاعر بتاعته او بتاعتنا. النرجسي دايما بيحاول ان هو يبتز اللي قدامه عشان اللي قدامه يوصل لمرحلة الانهيار والمرحلة الانهزام، ويتعصب ويصرخ ويصوت، ويبدأ هو يعمل ايه بقى؟ يبدأ هو يرتاح. هو وصل لمرحلة الراحة. ما توصلوهوش لدي. النرجسي اول علاج فيه الجزء ده. طب تاني علاج ان انا بقى اللي اغذله مشاعره، افخم له ذاته. طب التالتة هيحس بالامان. الرابعة هيجي لي يتكلم معايا ويقول لي انا عايز افضفض معاك. هو ده النرجسي. النرجسي بين جواه بيكون في عقد اصلا، بس بصراحة عشان نقول ان نرجسي لازم احنا اللي نشخص واحنا اللي نقول ده نرجسي او لا. موضوع قلب الترابيزة مع جوزك عشان تحليها وما تحصلش كل مرة الخطأ اللي بتقعي فيه مع جوزك عشان يقلب عليك الترابيزة، انت بقى تعملي ايه؟ اعملي عكس اللي انت متعودة عليه. يعني لو انت بتدخلي معاه في جدال وبتروحي وبتيجي معاه في الكلام، ما تدخليش معاه. يعني دايما اعملي عكس المتوقع منك. يعني هو بيعمل معاكي موقف عشان يقلب عليك الترابيزة، اعملي عكسه اللي انت كنت متعودة عليه.
فمش هيعرف يقلب الترابيزه عليك. والله يا جماعه الاسئله بتاعتكم بتكون جميله جدا، وان شاء الله من الاسبوع الجاي هنبدا نقول كل الاسئله حتى اللي بتتكتب في الكومنت وما بلحقش ارد عليها. بحس ان جوايا انهيار من كتر الصدمات، بحاول على قد ما اقدر زي ما حضرتك بتقول واغير، بس كل ما اقوم بقع تاني. الانسان الصدمات والازمات بتوقعه ليه؟ لان هو منهار وبيحاول يقوم. طيب وانت بتحاول تقوم ده، انت الاول قويت نفسك؟ قبلت اللي عندك؟ قبلت الصدمة ولا لسه ما تسامحتش فيها؟ الخذلان او الوجع او الابتلاء لو انت ما قبلتوش هتفضل تتخبط تاني وهتقع تاني. فاقبل بالوجع، اقبل بالصدمة، اقبل بالخذلان، اقبل الابتلاء. واذا انت قبلته ورضيت، النهاردة بقى انا هفكر في الحل. والحل ان انا هلجأ لحد يساعدني. طالما انا ما قدرتش اساعد نفسي في البداية، ألجأ لحد يكون امان بالنسبة لي، يكون دعم بالنسبة لي، ما يكونش مصدر ألم بالنسبة لي، عشان ابدأ اديله يشيل معايا او يدلني على الطريق الصح. طب لو انا ما لقيتش، اكتب مشاكلي بالورقة وبالقلم واحط لها اولويات وحلول ببساطة خالص على قد ما اقدر، ان انا ما احلش مشاكل مرة واحدة. انا عندي في دماغي ديون وهموم ومصائب وابتلاءات وخذلان واوجاع، وعمال طول اليوم عمال افكر. هعرف اركز؟ مش هعرف اركز. فعلى قد ما اقدر اخد جزء جزء. واذا انا اتعودت اكتب بالورقه وبالقلم، بخفف من طاقه استيعاب عقلي، وبخفف من استقبالي للمشكله، فبالتالي بخرج المشكله من برايا كده بتبقى على الورق، وابدا احلها واحده واحده. وصلت؟ في حد بيقول دكتور عمرو، انا اخترت صديقة بالتجربة انها كويسة وامينة على اسراري، ولكن في حد بيكرهني كرها فيا، وبعدت عني بدون اي اسباب. ولما سألتها مالك قالت لي عادي كده، مش عايزة اتكلم حد. وبعدين عرفت انها بتكلم الناس عادي زي ما بيقولوا زن على الودان. اتعامل مع الوضع ده ازاي؟ بص يا باشا، حلو قوي السؤال ده. في واحدة كانت قريبة ليها، واحدة صاحبتنا كانت واحدة صاحبتها قريبة ليه، وكانوا كويسين مع بعض. مرة واحدة بعدت عنها وقالت لها، كل ما تقول لها مالك فيكي ايه، بتقول لها ان انا مش عايزة اتكلم، مش تعبانة، منهكة، فيها اي مشاكل، وبتتحجج. وبتتفاجئ ان هي علاقتها بالناس كويسة وبتتكلم ومفيش اي مشكلة. اللي يبيعك يا باشا بعيه، اللي يبيعك بعيه. احنا ليه نفضل نتودد ونتذلل للي قدامنا وهو اصلا مش حابب وجودنا؟ فانا لازم يكون ليا قيمه قدام نفسي، انا لازم اكون ليا كرامه قدام نفسي. ربنا خلقنا ناس عندنا كرامه. ربنا ما يقبلش لعباده الاهانه ولا الذل ولا المهانه، ومفيش بني ادم ليه سلطان على بني ادم زيه. فليه الانسان يحقر من قيمته قدام نفسه؟ هتقولي لي طب انا بحبها او انا بحبه وعايزاه في حياتي. لا، دي اسمها اهانه، دي اسمها ظلم لنفسك، دي اسمها قله استحقاق لنفسك. وبالتالي هتفضلي تلمي الناس اللي وراها غلط كتير قوي، لانها هي اصلا من البدايه كانت شخص غلط، بس انت اتخدعتي فيها، انت ما عرفتهاش. فبالتالي جاتلك وراها لما هتسيبيها وانت كنت زعلانه قوي كده، هيجيلك اللي وراها غلط، وهيجيلك اللي وراها غلط، وهتفضلي تقعي مع الناس الغلط، وبعدين تشتكي وانا ما بقعش انا مع الناس الغلط، لان من البدايه انت ما عرفتيش استحقاقك ايه، ما عرفتيش انت محتاجه ايه، ما عرفتيش انت تستاهلي ايه. انت ما تستاهليش البنت دي من البدايه، البنت دي انت ما تستاهلهاش، او الولد ده انت ما تستاهلهوش. عشان كده نبعد بعيد عنها خالص. انا اللي ما يختارنيش ما اختاروش، انا اللي يرفض وجودي في حياته اقول له مع السلامه. اسيب الباب موارب ممكن عشان نبقى نسلم على بعض بس بحكم الانسانيه، لكن اخليه في حياتي واقول له خليك جنبي وخليك علشاني، لا، مع السلامه، مع السلامه، ومش عايزك في حياتي تاني. خلاص؟ طيب هتقول لي يا دكتور طب انا بشوفها قدامي او بتتكلم معايا، اعمل ايه؟ التجاهل، ووراها التجاهل، ووراها التجاهل، ووراها التجاهل، ووراها التجاهل. وعلى قد ما تقدري اشتغل على نفسك قوي، وخلي ليكي قيمه قدام نفسك وفي شغلك وفي حياتك، ووري لهم ان انت بقيتي حاجه من غيرهم. وقتها ييجوا يتقربوا ليكي. كتير قوي لما بنشوف حد ناجح وبنساله يقول لك يا ده انا اتخذلت كتير، الناس تخلت عني كتير، الناس سابتني كتير، الناس كانت بتديني ظهرها.
واول ما نجحت هتلاقي بص كل العالم كله بيسقف لك، كل العالم عايزين يبقوا دكتور عمرو، كل العالم عايزين يندهوا لك في الشارع ويسلموا عليك، مع ان انت لما كنت محتاج ما كانش حد بيعبرك. هو ده الناس دي وقت الاحتياج كانوا الناس الغلط، لما انت بقيت هم الناس دول عايزين يبقوا الناس الصح. وقتها انا هسلم عليهم وهطبطب عليهم، لكن بالنسبه لي انا عارف ان هم كانوا الناس الغلط، فبالتالي مش هكمل معاهم. على قد السلام والكلمتين الحلوين وشكرا ومع السلامه. ان الانسان اللي انت بتسمعه بيكون اناني ومش شايف انه بيغلط وانه ضحيه. الانسان اللي انا بسمعه لو اناني ومش شايف ان هو بيغلط ومش بيقبل النصيحه، لازم اواجهه واعرفه عيبه، بس انا اكون قادر على الحكم عليه، بمعنى ان انا اكون شخص فعلا محايد ومحايز وعندي بالانس في حكمي على الامور. ما اكونش انا انسان بتهم الناس بالانانيه وي. طب ما في ناس كتير ممكن تقول لك دكتور عمرو مثلا ده شخص اناني، ده شخص بيحب نفسه. ما هو دكتور عمرو لو ما قدرش يحب نفسه صح وقدر يفهم نفسه صح، هو مش هيقدر يحب الناس، مش هيقدر يدعم الناس، مش هيقدر يدي كلام حلو للناس، مش هيقدر يعلم الناس. المعلم بتاعنا او الاستاذ بتاعي اللي علمني كان شخص اناني جدا في نفسه، بس كان ما بيبخلش علينا بالمعلومه. هو لو ما كانش حابب نفسه بالقدر ده، هو ما كانش هيقدر يفيدنا بالمستوى ده. انا لما يعني الاساتذه بتوعي اللي علموني انا كدكتور عمرو كانوا اشخاص احنا بنشوفهم صعبين، بيحقروا من قيمتنا، لكن مع الوقت لما كبرنا وبقينا دكاتره وي وبنروح لهم وبنودهم، عرفنا ان هم كانوا عايزيننا نكون قد المسؤوليه، كانوا عايزيننا نتعلم بجد. انا اغلب الدكاتره اللي كنا بيعلمونا ربنا يديهم الصحه وربنا يرحم اللي مات، دول انا بدعي لهم لغايه النهارده. الناس دي كانت جميله جدا، كانوا بيهنونا واحنا بنتعلم، كانوا يوبخونا، بس لما قعدنا معاهم بعد كده واحنا في مرحله الدراسات العليا اكتشفنا اللي كان بيحصل معانا ده كانوا بيدونا طاقه كبيره ان احنا نستقوى على العلم ونستقوى على المذاكره، وان احنا كمان نكون ارض طيبه للنبته اللي هم بيزرعوها فينا. هم عايزيننا نبقى احسن، كانوا بيحفزونا وبيدعمونا، وكان بيننا وبين بعض في صداقه بسيطه حلوه برضو. فلازم انا برضو اكون عندي زمام الامور في الحكم على الانانيه كويس. حاليا دلوقتي عارفه ان جوزي في علاقه مع حد وعارفه حاجات كتيره ومش عارفه اتكلم واعرفه ان عارفه عشان هيقلب الترابيزه عليا كالعاده. بص حضرتك هقول لك نصيحه ببساطه، لما تحس ان جوزك بيخونك وانت عارفه ومعاك الاثباتات ومعاك الدلائل ولا معاكيش، لو معاك الاثباتات والدلائل روحي واجهيه واقعدي معاه كده، اعملي كوبايتين شاي وبكل هدوء من غير عصبيه ومن غير زعيق ومن غير ما تعملي اي مشاكل معاه، بهدوء خالص كده قولي له تعالى انا عايزك تعرفني ايه اللي انت عامله ده 1 2 3 وليه وعشان ايه. تمام؟ طيب تاني كده الحته دي ركزي معايا قوي والناس تركز معايا. انا دلوقتي معايا اثبات ودلائل ان جوزي بيخوني، هروح اقعد معاه واتكلم معاه وبكل هدوء وبكل احترام، انا شفت الكلام ده 1 2 و3، هل حضرتك تقدر توريني ليه عملت كده وليه وما عملتش وبتاع، وبهدوء ونكون احنا بنتكلم كده عاملين كوبايتين شاي، وقصدين هنا ان احنا ما نخربش البيت، قصدين هنا ان احنا نحل المشكله دي ونشوف هو ليه راح ليه بره وانت ليه قصرتي، او هو يقول لك ان انا قصرت وانت تقولوا له قصرت، توصلوا الحل بهدوء. طيب معكيش اي اثباتات ولا اي دلائل، يبقى نسكت وتركزي في نفسك وتحبي نفسك قوي وتقدريها وتشوفي حياتك قوي وتشوفي ايه اللي انت محتاجاه في حياتك وتعمليه، وايه التطوير اللي انت تعمليه في نفسك، وتشوفي هو محتاج ايه وممكن تعمله له، بس من غير ما تقولي له ده انا بعمل كده عشانك، انت هتعملي كده عشان تبقى ليك قيمه قدام نفسك، ما تبقيش موقفه حياتك على حد. ببساطه كده على قد ما تقدري. في اي اسئله تانية؟ النرجسي ده تطنيشه وكمان تقول له بلاش هري. بلاش هري طبعا. انا بحاول ان انا اقلب في الاسئله بسرعه بس عشان الوقت. لو مش بقى عندي اي هدف في الحياه بس مش يأس وهو ادراك ان الحياه ليست لها قيمه، كده انا تمام ولا لازم اغير؟ لا. احنا ما قلناش كده. اي انسان عنده هدف في الحياه لازم يعرف ان ده هدفه. طب الانسان اللي ما عندوش هدف يصنع لنفسه هدف. طب هل ان الحياه لها قيمه او لا؟ الحياه لها قيمه طبعا،
والا ربنا ما كانش جابنا الدنيا. الحياه لها قيمه، الحياه صعبه، الحياه فيها مشقه، الحياه فيها سعاده، الحياه فيها راحه. الحياه احنا اصلا يعني انا كنت بقول الكلام ده للناس مثلا ايه اللي يعرفني مثلا او ايه اللي يطمني ان ما تكونش دي جنه في الارض؟ مثلا في جنه في الارض احنا ما نعرفهاش؟ لا، احنا عارفينها وعايشين بناكل وبنشرب ومتمتعين والحياه جميله والحياه حلوه رغم الابتلاءات اللي فيها. فالحياه لها قيمه طالما ربنا امرنا ان احنا نيجي الدنيا وجابنا الدنيا وقال للملائكه ان انا خالق بشر في الارض يعمروها وانا اعلم ما لا تعلمون. يبقى احنا نسكت ونشتغل على نفسنا ونعرف ان الحياه لها قيمه، لان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالحياه لها قيمه سواء عند الانسان او عند المجتمع او عند ربنا. فاوعي تشوف ان الحياه ملهاش قيمه، الحياه لها قيمه حتى لو هي صعبه، حتى لو هي ضيقه، حتى لو هي مليانه هموم واوجاع وابتلاءات كتير قوي. دي حكمه ربنا ولازم نرضى بيها، ويقيننا بربنا هو اللي هيخلينا نكون في طوق نجاه من الدنيا، هنكون في طوق نجاه من الراحه. انا بحاول ان انا اشوف الاسئله والله يا جماعه، هي الاسئله كتير. اخر مره انا بقى عملت له بلوك في شخص غزلني كتير واذاني، بس لما انا بيكلمني تاني معاه وبسامح. اخر مره بقى عملت له بلوك اي تواصل. بص يا حضرتك انا شرحت ده في الفيديو اللي فات وقلت بلاش العلاقات اللي يكون فيها توكسيك، يعني بلاش العلاقات اللي يكون فيها انهاك نفسي لينا او استنفاذ لطاقه، لان احنا كده بنضر نفسنا قوي بيها، احنا كده بنوجع نفسنا بيها، احنا كده بنأذي بعض. فالعلاقه اللي مش نافعه خلاص، طالما احنا ما فيش اي حاجه ولا ارتباطات ولا اي حاجات ما بيننا ننهيها افضل. انا دلوقتي مقدمه على كورس اعداد معلمه لتعليم ماث وانجليش للجونيور، بس خايفه اصرف وما الاقيش فرصه عمل، وفي نفس الوقت بقول اسعي وسيبيها على الله. لا ده انت شكلك كده مدمره على الدروس الخصوصيه، ده انت داخله في الصميم يعني ماس وانجليش والجونيور وفي الاخر وفي الاخر مش هتلاقي فرصه عمل، ده انت داخله على الدروس الخصوصيه وش لا يا ستي ربنا يبارك لك ان شاء الله. خدي كورساتك وجهزي نفسك واهلي نفسك، وربنا ان شاء الله ما بيضيعش تعب حد. اي حاجه هتعمليها ربنا هيديكي قصادها مقابل. السعي مطلوب من البني ادم، السعي هو النجاح، السعي هو الاجتهاد. فعلى قد ما تقدري التعليم بتاعك اصلا انت بتقولي ماث وانجليش، يعني ده هم الحياه اصلا، هم المستقبل. فاوعي ان انت ترجعي لورا، بل بالعكس انا بنصحك اهو اجتهدي وخدي كورسات كمان وقوي نفسك كمان. الانسان الناجح اللي بيدرب نفسه وبيعلم نفسه اكتر وبيطلع اكتر وبياخد، وحتى لو اخد الحاجات دي وصرف واتبهدل عمرها ما هتروح عليه وعمرها ما هتروح هباء، هتنفعه وربنا هيتبعت له خيرها. حاضر ان شاء الله هشوف الخاص والله، بس الخاص بصراحه في زحمه. حاضر عينيا الاتنين، اي حد عايز مشكله على الخاص انا هشوفها. حاضر حاضر. في شخص خذلني واذاني نفسيا وبفكر فيه برضه، اعمل ايه؟ بص حضرتك، طالما شخص اذاكي وخذلك ووجعك وانت بتفكري فيه برضه، يبقى انت كده عندك تعلق مرضي معاه. والتعلق المرضي ده بيكون لما الانسان حد خذله او وجعه او استنفذ طاقته او كان بيضايقه او كان بيهينه او كان بيزعله او كان بيعايره، وبيفضل يهين فيه ويذل في مشاعره ويبتزه، ويجي بعد كده نقول اصل هو وحشني، اصل انا عايزه، اصل دي اسمها مرحله المساومه. يعني هنا في تعلق مرضي بقى، خلاص كده واضح. فمرحله المساومه اللي انت فيها دي لازم تتخلصي منها. ان انت في المرحله دي بتفتكر المميزات بتاعته اللي كان بيقدمها لك، ولما توصلي للمرحله دي يبقى انت هنا بتهيني نفسك. ليه؟ لان انا هفكر في الخذلان وفي الصدمات ولا افكر في المميزات؟ لا، افكر في الخذلان والصدمات عشان اقفل الباب ده خالص وافتح لنفسي باب جديد. الخذلان والصدمات علاجهم مع الشخص نفسه لو هو اعترف بيها، طول ما هو ما اعترفش بيها يبقى بناقص من وجوده، واقفل الباب خالص. مرحله المساومه لما انا هوصل ليها في التعلق المرضي انا بضر نفسي وبهين نفسي وبذل نفسي وبذل مشاعري. وبالافضل ان انا هنا قمعت مشاعري كان افضل ليا، لا انا هقمع مشاعري او هكبت مشاعري لوقت معين للي يستاهلها.
انا هرجع برضو مع فريق العمل، اي حد عنده اسئله وانا ما شفتهاش حاضر هشوف الخاص، حاضر اي حد عنده اي اسئله ان شاء الله انا هرد عليها. ولو انا ما لحقتش اشوف كل الاسئله هلحق ارد عليها ان شاء الله. هاخد بس اخر سؤال من استاذه ياسمين بتقول عشان لفت نظري يعني: انا ماما وبابا منفصلين وعمتي ربتني وانا عندي 40 يوم، وبعد كده رجعت بعد سنتين وجابت بنتين، عاشوا معاها، ولما كبرت قلت اعمل صلة رحم، لقيت معاملة كل ما تحصل لي حاجة تقول لي ذنبي، حسيتي بتحسسني ان انا اللي ظلمتها وبتتهمني بحاجات ما عملتهاش وسوء نية، بروح لها بنية صافية لكن هما اتهموني بحاجات. مين اللي بيتهمك؟ يعني انت تقصدي هنا مامتك ولا عمتك؟ يا ريت بس تقولي لي بسرعة عشان اعرف افيدك. يعني اللي بتتهمك بالحاجات او بتظلمك بالحاجات دي هي مامتك ولا عمتك عشان اعرف افيدك صح؟ يا ريت انا مستني اهوت صاحبه التعليق استاذه ياسمين، يا ريت لو تكتب بسرعه. والله انا بشكركم على اللايف الجميل ده. الاب، لا الاب ولا الام، لا مش هو الكومنت. حاضر يا جماعه والله هشوف كل الاسئله اللي على الخاص وهشوف كل حاجه، واللي هلحق ارد عليه هرد عليه، واللي مش هلحق هكتبه بدون ذكر اسم وهشرحه في لايف. حاضر. طيب يا ريت صاحبه التعليق ان شاء الله تكتب لنا لو لحقت. اشوفكم على خير في اللايف القادم. يا رب تكونوا مامتي واخواتي طب حلو قوي، يا رب يكونوا سامعين اللايف ده. دلوقتي احنا بنتعامل في الحياة زي ما انا وضحت وقلت ان في كتير من الابتلاءات هتشوفوها في حياتكم. ممكن الابتلاء يكون بتاعك يا استاذه ياسمين هنا في مامتك واختك. انت على قد ما تقدري ما تدخليش معاهم في جدال ولا نقاش، وما تدخليش حد ما بينكم. انت كل اللي هتعمليه هتروحي لمامتك عشان ربنا امرنا بده وديننا امرنا بده، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طب لو هم حتى ما ربونيش صغيره وما رحمونيش وما دعمونيش وما وقفوش جنبي، هي في الاول وفي الاخر هي الاب والام هم خط احمر لينا. على قد ما نقدر لازم احنا نرحمهم ونرحم ضعفهم او نرحم عدم وعيهم. يعني كتير من الاباء والامهات بيكون وعيهم على قدهم، تعليمهم على قدهم، فكرهم على قدهم. انا هنا كابن انا مطلوب مني ان انا اوعيهم وافهمهم واعرفهم المشكله فين. طيب لقيت الموضوع عندي باستمرار وبيلحوا وما بيصلحوش من نفسهم، يبقى انا هوفر على نفسي كل ده وهعمل اللي ربنا امرني بيه، برهم فقط، وهلتزم الصمت في اي مشاكل واي جدال بيني وما بينهم. ليه؟ عشان ربنا يبارك لي وربنا يبعت لي اللي يريحني ويعوضني خير. يبقى انا هنا مطلوب مني ان انا ابر اهلي حتى لو هم ضعاف في الفهم وفي الوعي وفي الادراك، عشان هنا الجزء ده امر من ربنا. العوض بتاع ربنا هيديهولك ان شاء الله، لكن المشاكل اللي بتحصل حجمي نفسك منها واحمي نفسك منها، ان انت ما تدخليش معاهم في جدالات. طولت عليكم في اللايف ده، بس هو الموضوع انتوا اللي بتفتحوا بقى الاسئله وكده. وان شاء الله اشوفكم على خير الاربع القادم ان شاء الله، هعلن عنها يكون 7 أو 8 ان شاء الله، ونكون مع بعض ان شاء الله كل اربع. ولو عندكم اي اسئله او كومنت يا ريت تسيبوها لي هنا في التعليقات، وانا ان شاء الله هرجع ارفعها تاني وهكتبها لكم تاني في فيديوهات ان شاء الله وفي لايفات. بشكركم جدا وبنصحكم نصيحه: حبوا نفسكم، ارحموها، وقربوا من اللي يرحمها واللي يدعمها واللي يكون رحيم بيها واللي يكون طيب معاها. وفضفضوا يا جماعه، الكتمه وحشه. اسمعوا لاولادكم، اسمعوا لازواجكم، اسمعوا لبعض، وما تعيروش بعض وما تستغلوش نقطه ضعف عند حد ونرجع نعاتب ونجادل ونبرر ونهين ونقلم بعض ونرجع نبكي ونعيط. النفس دي نفس ضعيفه، نفس ربنا هو اللي بيكون حاسس بيها. فما تكونش سبب لكسر خاطر بني ادم، ما تكونش سبب لوجع بني ادم، ما تكونش سبب لبكاء بني ادم، راجل كان او بنت او طفل او ست. اشوفكم على خير والى اللقاء في اللايف القادم. تصبحوا على خير، مع الف سلامه.